المرء عدو ما يجهل، وناس كتير مش عارفه ازاي تتغذى بطريقه صح، وده وصلهم ان هم مش بس بقوا عدو الاكل يقولك طول ما انا قافل بقي انا في الامان، لا كمان دول بيأذوا جسمهم بطريقه هم مش واخدين بالهم منها، بالرغم ان ممكن يكونوا بيسمعوا فيديوهات كتيره جدا عن الاكل والتغذيه والدايت، لكن تلاقيهم نازلين بالباراشوت. الصيام المتقطع بيتعمل ازاي؟ هو خلي التفاح يفيدني بايه؟ طب انا اعمل ايه لنهم السكريات؟ لكن في اساسيات، يمكن الاساسيات دي تكون بسيطه جدا لكن مش كتير بيقدموها، فاحنا ان شاء الله هنقدم الاساسيات دي باسلوب مبسط يناسبك مهما كان مستوى تعليمك او مهما كان سنك. نبدا مع بعض واحده واحده نشوف الجسم احتياجاته ايه، وليه هو محتاج للغذاء، وازاي نوفر له الغذاء بشكل كويس. خلينا نسال نفسنا في الاول، يا ترى ازاي الجسم بيوفر الانزيمات والهرمونات ويفضل شغال والقلب يدق والكلام ده بيحصل ازاي؟ الاجابه ببساطه ان حضرتك جسمك جواه مصنع بلت ان بياخد مستلزمات التشغيل اللي حضرتك بتوفرها له، ويبدا يوظفها بقى في ان هو يكسرها لابسط وحده ويصنع منها مستلزماته. الاكل اللي احنا بناخده ده 2 في 1، هو بيكسره وياخد منه مستلزماته، بالاضافه ان هو بياخد منه الطاقه اللي تعتبر تلتين او 3/4 السعرات اللي الجسم بيحتاجها بيستخدمها في ان هو يوظفها. فبالتالي لما حضرتك حد يقولك انا بعمل كنترول وبحرم نفسي من الاكل، حضرتك بتحرم نفسك من الطاقه ومن مستلزمات التشغيل، لاننا زي ما قلنا هو بيعمل كده زي اللي بياخد ممتلكات يحولها لفلوس، وبعد كده بياخد الفلوس دي يفيد بيها اللي هو محتاجه بالظبط. طيب حد تاني هيقولك والله انا شخص قنوع جدا وموضوع الاكل ده ما يفرقش معايا وبسد جوعي باي حاجه. طيب هو حضرتك جسمك يعني مش اي حاجه هتقنعه، لازم فعلا توفر له المستلزمات اللي هو عايزها. افتكر المصنع، هل ينفع ان انت تورد له مستلزماته بشكل عشوائي او بنسب ملهاش دعوه باحتياجاته؟ لا طبعا. معظم الاخطاء دي احنا بنغلطها لاننا بنحط عناوين كبيره، لا انا مش عايز اكل، لا انا مش عايز اتخن، لا الاكل ده بتحول لدهون، دي بتكون مسميات لاننا مش فاهمين اصل الحكايه. خلينا مع بعض نبدا ان شاء الله، ونبدا مع بعض خطوه خطوه.